ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في بدايه الفيديو كده تحطي لي لايك حلو كده زيك، وتصلي على النبي في الكومنتات، وتعملي لي اشتراك عشان يوصل لك كل جديد. عايزه اقول لكم النهارده، مين فينا ما بتحلمش ان يجي لها شغل في البيت تعمله وهي قاعده مع اولادها، ومن غير ما تطلع، ومن غير ما ترجع متاخر، ومن غير ما تسيب عيالها؟ طبعا كلنا نتمنى حاجه زي دي. طيب، في اعلان على الفيس بخصوص شغل مشابك في البيت. طبعا انا اول ما شفت الاعلان دوت، يعني اختي شافته وقالت لي عليه، بصراحة دخلت على البوست وشفته، اتشجعت جدا جدا. وخصوصا اسعاره كويسة جدا جدا. يعني قالوا هتاخدوا 50 كيلو مشابك، تمام، هتسلموهم كل اسبوع، هتاخدوا 1250. بالنسبة لنا كان يعني بصوا، قعدنا نقوله طب كويس ان في حاجة في البيت وتدخل لنا دخل يكون كويس، وقلنا دي هتبقى حاجة كويسة جدا. كلمناهم وتواصلنا معاهم. قالوا لنا تبعتوا صورة البطاقة، وتبعتوا لنا 150 جنيه على فودافون كاش. ال 150 جنيه دولت هتاخدوهم تاني لما تيجوا تستلموا الاوردر. بس احنا بناخدوا ال 150 جنيه دولت عشان خاطر انتي نضمنوا اللي انتي هتاخدي الاوردر من المندوب، عشان هيجيلك من القاهرة. تمام، مفيش مشكلة. بعتنا صورة البطاقة، وبعتنا ال 150 جنيه فودافون كاش. طيب الاستلام امتى؟ قالوا المندوب هيكلمكم خلال 48 ساعة. عنوانكم فين بالتفصيل؟ كتبنا طبعا العنوان بالتفصيل. طيب 48 ساعة والمندوب هيتصل بينا. تمام، عدت 48 ساعة مفيش حد اتصل بينا. طيب سيبنا لهم يوم كمان، اتصلنا بيهم مفيش حد بيرد. طيب كلمناهم على رسائل مفيش حد بيرد. طيب سيبنا لهم كمان يومين، اتصلنا بيهم مفيش حد بيرد. كتبنا لهم على رسائل، عملوا لنا بلوك. فللأسف للأسف طلع الموضوع نصب. فانا طالعه النهارده في الفيديو بقولك خلي بالك خلي بالك، ويا ريت لايك كتير للفيديو ده عشان خاطر يوصل لعدد كبير من الناس. خلي بالك، اوعي يعني اوعي وحذري كل الناس مهما قالوا لكم. على فكره، واحده صاحبتي برضو ما صدقتش وكتبت لهم وقالت لهم، قالوا لها نفس الكلام. هتبعت لنا، بس زادت 5 جنيه المره دي، هتبعت لنا 155 جنيه. وهنبعتوا لك نفس اللي هي بتقوله لنا. ما كانتش مصدقانا، مفكرانا يعني احنا يعني ايه، يعني هناخدوا الحاجه دي يعني لينا، ويعني مش عايزين حد يشتغل. لكن هي طبعا لما قالوا لها كده عرفت ان هي نصب في نصب. فبالله عليكم اوعوا تتعاملوا مع الشركه دي خالص. ولايكات كتير للفيديو عشان خاطر يوصل لعدد ناس اكبر، لان كميه الناس اللي اتصلت بيهم كلمتهم على رسائل الصفحه، طبعا اكيد هتتواصل معاهم على الواتس شبهنا، رهيبه. فهم اتضح كده ان هم بيلموا من كل الناس اللي كلمتهم ال 150 جنيه، وبعد كده بقى يعملوا لهم بلوك، يغيروا الخط، ايا كان هم هيعملوا ايه يعني. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. هم ال 150 مش كتير قوي، بس برضو حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ان ياخدوا شقه مش شقاهم يعني، وياخدوا حاجه مش حقهم.